هو مش كده كده الإسلام له رب يحميه؟ أمال إيه كمية البلاء والظلم والفساد والشذوذ الفكري ده؟ بص يا معلم، كده كده الدين هينتصر وهيعذب كل واحد بيعصي أوامر ربنا، وعشان كده لازم يبقى في بلاء يغربل الصفوف ويظهر الكل على حقيقته. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهي دي الفكرة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هو مجرد اختبار بس بيقع فيه كتير وبيتبقى الصفوة، دول اللي ربنا بينصرهم، زي بالظبط قصة طالوت وجالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. يعني تخيل ناس بتجاهد في سبيل الله وصحراء والدنيا صعبة، وأول ما يلاقوا مية بعد وقت كبير من العطش ربنا يقول لهم لا لا ما تشربش. طب ليه يا رب؟ هو شرب المية حرام ولا إيه؟ لا، بس هنا وقت الاختبار اللي اغلبنا بيقع فيه. يعني مثلا الجواز حلال بس كل الاسباب تخليك تلجأ لحلول تانية لتفريغ شهوتك، ولا لما تعرف ان في شغل او الشغل اللي انت شغاله حرام وتفضل مستمر اهو لغايه اما نلاقي حاجه احسن. طب يا باشا اللي هناك اللي بتعمله ده اسمه ربا. يا عم ربنا غفور رحيم. وانت يا اسمك ايه؟ الحجاب فرض على فكره، ويشمل الرقبه والستر والشعرتين الحلوين دول، وان اللبس نفسه يكون واسع. فتلاقي الرد بقى يا عم خليك في حالك، وانتوا ماركوش غير الست ولا ايه؟ الست ثورة مش عورة. ايه ده؟ يعني ده اللي انتوا فهمتوه؟ تمام. هنا بقى بالظبط الاختبار. وشهواتنا دايما كانت عطشانة ويا دوب لقينا اللي يرويها. بس في وسط كل ده في ناس بتجاهد نفسها وتخالف هواها، وهم دول الصفوة. فشربوا منه إلا قليلا منهم، تبقى القليل اللي جاهدوا نفسهم وعطشهم عشان ربنا. حتى لو مش فاهمين ليه ما نشربش مية، فبعد التسليم لأوامر الله دايما الجزاء من جنس العمل. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ومش بس كده، وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. البداية كانت صبر على شوية عطش، والنهاية انتصار عظيم وملك ونغنغة في النعيم. فاختار مكانك لأن الدين كده كده هينتصر. بس الفكرة كلها هل ربنا هيستعملك ولا هيستبدلك؟ وفي النهاية انت الشخص الوحيد اللي تقدر تحدد ده. وخليك عارف ان انت اللي محتاج ربنا مش هو اللي محتاجك. وخليك فاكر انت اللي بتحدد هتكون مع مين، داود ولا جالوت.